زولات، اهلا وسهلا ومرحبا. اليوم غادي نتكلموا على واحد النقاش يعني في اللباس الامازيغي اللي من خلاله تم توظيفه مره اخرى من قبيل الصراع بين الجزائر والمغرب. علي نحن نقول بان قضيه ديال الاحايك اللي هي مرتبطه اساسا بالخروج ديال المراه الامازيغيه في شمال افريقيا بطنجيس خلال 8 مارس، وخلالها لبست أحيك اللي هو اسم أمازيغي يرمز للمرأة الأمازيغية عبر التاريخ. والمرأة الأمازيغية دائما هي تجسد يعني الأمازيغية كهوية وتجسد الأمازيغية كلغة. على أي نقول لهؤلاء المستعربين الذين يحاولون الركوب على إنجازات الأمازيغ أن ما يجمعنا نحن في شمال إفريقيا هو الأمة الأمازيغية وثالثها المقدس: الأرض، الإنسان، واللغة. أحيك ليس في قاموس لغة قريش أو اللغة العربية، وإنما يحاول البعض توظيفه على حساب يعني حسابات سياسية، ونحن نرفض أن يكون لهذا اللباس ولهذا الزي ولكل ما يرتبط بحل المرأة الأمازيغية علاقة تكون له علاقة بالمشرق. على أي إنجازات